إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 27 من سبتمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لمستجدات الأحداث في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر إثر تصاعد التوترات بين مصر وأثيوبيا على خلفية المساعدات العسكرية المصرية لمقديشو. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. الجيش السوداني يشن هجوما واسع النطاق في العاصمة الخرطوم، والبلاد تشهد مستويات غير مسبوقة من الوفيات بسبب الأوبئة والأمراض. أثيوبيا تقول إنها تعتزم استيراد النفط عبر ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي. والاتحاد الأوروبي يدعو تونس للتحقيق في مزاعم انتهاكات جنسية لعناصر من قوى الأمن ضد مهاجرين. كانت لكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. شن الجيش السوداني صباح الخميس عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت عدة مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في وسط وغرب وجنوب مدينة الخرطوم. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن قصفا عنيفا واشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات من الجيش عبور جسور فوق النيل تربط المدن الثلاثة المتجاورة التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، وهي الخرطوم وأم درمان وبحري. وقد شوهد تحليق كثيف للطيران الحرب في سماء أم درمان بالتزامن مع معلومات تشير إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مقرات يسيطر عليها الدعم السريع. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان مستويات غير مسبوقة من الوفيات بسبب الأوبئة والأمراض الناتجة عن آثار الفيضانات والسيول المساحبة لموسم الأمطار هذا العام. فقد أعلنت وزارة الصحة السودانية الأربعاء بأن عدد الوفيات بسبب تفشي وباء الكوليرا ارتفعت إلى أكثر من 34 شخصا، فيما تجاوزت نسبة الإصابة بالمرض 14,000 إصابة في عموم ولاية السودان. وأدى تعرض المرافق الصحية لأضرار بالغة بسبب النزاعات، الأمر الذي ترك فجوة في الوقاية من الأمراض المعدية مثل الكوليرا، مما تسبب في ارتفاع معدلات وفيات النساء الحوامل والأمهات والأطفال إلى مستويات صادمة وفق ما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود. قالت أثيوبيا إنها تعتزم استيراد النفط عبر ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال. وصرح مدير هيئة النفط والطاقة الأثيوبية لميسا تولو لصحيفة ذا ريبورتر بأن كمية النفط المستوردة عبر جيبوتي ليست كافية، وأنهم ينتظرون قرار الحكومة باستيراد المزيد عبر ميناء بربرة التابع لإقليم أرض الصومال. وقال الوزير إن الحكومة الأثيوبية ليس لديها مشكلة في شراء النفط، على الرغم من أن منشأة هورايزون لتخزين النفط في جيبوتي التي أنشأت منذ 18 عاما سيتم تقليص خدماتها لكونها لم تشهد أي أعمال صيانة، مشيرا إلى أن تقليص خدمات المنشأة سيتسبب في نقص النفط الأثيوبي في المستقبل القريب، مضيفا بأنهم ينتظرون قرار الحكومة باستخدام ميناء بربرة. ويحذر محللون من أن التوترات مع الحكومة الصومالية قد تتصاعد إذا قررت أثيوبيا استخدام ميناء بربرة لإمدادات النفط، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال بشأن الحصول على منفذ بحري. وقال المحللون إن جيبوتي التي توفر أكثر من 90% من خدمات الموانئ لأثيوبيا لن ترحب بإمدادات النفط الأثيوبية إلى ميناء بربرة، الأمر الذي قد يضغط على اقتصادها. طالبت المفوضية الأوروبية السلطات التونسية الثلاثاء
التحقيق في مزاعم وشهادات تفيد بتورط عناصر أمن بارتكاب اعتداءات جنسية وحالة اغتصاب بحق مهاجرين كانوا على أراضيها. وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية، فيما تربطها اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا، وذلك مقابل الالتزام بالحد من عمليات الهجرة غير الشرعية. ونشرت صحيفة The Guardian البريطانية شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة العنف الجنسي، وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، وهو ما رفضته السلطات التونسية. هذا وواجهت تونس انتقادات حادة العام الماضي لقيامها بطرد المهاجرين غير الشرعيين بعد إرجاعهم من عرض البحر إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، مما أدى إلى وفاة العديد منهم بسبب الجوع والعطش في الصحراء الحارقة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تحاول مصر تطويق أثيوبيا والتربص بها من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية في مياه نهر النيل؟ وذلك من خلال استعراضنا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 24 من سبتمبر الجاري. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها لمستجدات الأحداث في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر على إثر تصاعد التوترات بين مصر وأثيوبيا على خلفية المساعدات العسكرية المصرية لمقديشو، والتي كان آخرها وصول أكبر شحنة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى الصومال بعد رفع الحظر الدولي الذي كان مفروضا عليه لعقود بسبب الحرب الأهلية التي عصفت بهذا البلد، حيث شهدت مقديشو خلال أقل من شهر وصول دفعتين من الأسلحة والمعدات الحربية. الأولى كانت في 28 من أغسطس الماضي، حينما حطت طائرتان عسكريتان مصريتان في مطار مقديشو، والثانية كانت سفينة الشحن التي وصلت إلى ميناء مقديشو يوم الاثنين الماضي، وأحيطت شحنتها العسكرية بسرية تامة، إذ أغلقت الحكومة الصومالية الميناء مؤقتا أمام الحركة التجارية والأنشطة الأخرى لحين تفريغ شحنة السفينة، والتي تمت تحت حراسة مشددة قيل إنها تشمل المدفعية الثقيلة والأسلحة المضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة. وكانت مصر قد أعلنت قبل ذلك إلى أنها ستجري تدريبات عسكرية برية وبحرية مع القوات الصومالية، وسترسل قوات لهذه المهمة، كما أنها ستكون جزءا من قوات حفظ السلام الجديدة التي ستحل محل قوة حفظ السلام الإفريقية بعد نهاية مهامها في نهاية ديسمبر المقبل. وليس هذا فحسب، بل إن القاهرة وحسب ما ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تشارك بقوات حفظ السلام في جنوب السودان. وهذه التطلعات والتحركات المصرية إن تحققت تثير مخاوف أثيوبيا وتنظر إليها بعين الشك والريبة، خصوصا وأن أثيوبيا تشارك بقوات لحفظ السلام تقدر ب10,000 في البلدين الصومال وجنوب السودان. لذلك تشعر بأنها هي المستهدفة بالدرجة الأولى من التحركات المصرية في المنطقة، كما أن هذه التطلعات والتحركات المصرية تثير مخاوف المحللين والمتابعين لشؤون المنطقة في حال كان هنالك احتكاك بين قوات البلدين في نطاق تواجدهما الدولي على خلفية الاحتقان المستمر بين قيادتيهما. فهل ترغب مصر على أن تكون في خط التماس مع أثيوبيا وتحاول تطويق أثيوبيا والتربص بها على خلفية الأزمة القائمة بينهما لأكثر من 10 سنوات بسبب بناء سد النهضة من أجل حماية مصر مصالحها الاستراتيجية في مياه نهر النيل؟ مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، حول التطورات الأخيرة في التوترات بين أثيوبيا من جهة ومصر والصومال من جهة ثانية، نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقريرا في 24 من سبتمبر الجاري نستعرض لكم في اللحظات القادمة، فابقوا معنا. راديو إرنا. راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو
يقول التقرير: عد محللون التحركات المصرية في منطقة القرن الإفريقي ضمن مساعي القاهرة لمواجهة أي تهديد محتمل من أثيوبيا على ضوء خلافهما بشأن ملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وكان أحدثها إعلان هو الأول من نوعه بشأن تقديم القاهرة شحنة مساعدات عسكرية لمقديشو. والإعلان المصري اللافت عن دعم عسكري للصومال جاء عقب يوم من اتهام الصومال لأديس أبابا بتمرير شحنة أسلحة إلى انفصاليين، وبموازاة اجتماع وزاري مصر الصومالي إريتري في نيويورك اتفقت خلاله الدول الثلاث بشأن التنسيق على أعلى مستوى وسط ترقب وقلق من أثيوبيا التي يتهمها الصومال منذ بداية العام بأنها تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة. وذكر التقرير نقلا عن خبراء تحدثوا للشرق الأوسط أنهم يرون تصاعد مسار التعاون المصري الصومالي والإجماع الثلاثي في نيويورك بمثابة محور رفض تجاه تهديدات أثيوبيا المتزايدة بمنطقة القرن الإفريقي، وآخرها اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي على خلاف الأعراف والمواثيق الدولية وزعزعة أمن مقديشو. وتوقع أن تحمل تلك التحركات رسائل لأديس أبابا وخطوة استباقية لمنع أي تهديد تحاول فرضه كأمر واقع، معربين عن تخوفهم من دعم أثيوبي لحرب بالوكالة بزيادة الدعم للانفصاليين وإشعال أزمة جديدة بالمنطقة. وأعلنت الخارجية المصرية في بيان صحفي مساء الاثنين وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وفق ما ذكر البيان. وتأتي تلك المساعدات وفق البيان المصري أيضا في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية حسب تعبير البيان. ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة في منتصف أغسطس الماضي على بروتوكول تعاون عسكري دفاعي. كما أعلن السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بداية من يناير في العام المقبل. تلا ذلك إعلان سفير الصومال لدى مصر علي عبد أواري في بيان صحفي في أواخر أغسطس الماضي بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار تلك المشاركة. ووقتها دعا وزير الخارجية الأثيوبي تاي أصقى سلاسي في مؤتمر صحفي مقديشو إلى وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح أثيوبيا، محذرا من أن لبلاده حدودا للصبر. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تحاول مصر تطويق أثيوبيا والتربص بها من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية في مياه نهر النيل؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. سبق ذلك الإعلان المصري الأول من نوعه بشأن التعاون العسكري مع الصومال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والصومالي أحمد فقي والإريتري عثمان صالح الاثنين في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركة في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت الخارجية المصرية الاثنين في بيان صحفي بأن الاجتماع الثلاثي المصري الصومالي الإريتري عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى والإرادة السياسية لدى الدول الثلاثة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية. واتفق وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاثة من صلات أخوة وصداقة، فضلا عن تناغم في الرؤى والمواقف. وينقل تقرير الشرق الأوسط رأيا عن الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية نبيل نجم الدين أن إعلان إرسال الشحنة المصرية لمقديشو عبر الخارجية وليس عبر الجيش
يعد تأكيدا على أنه يحمل رسالة للخارج بأن مصر مستعدة في دعم الصومال والالتزام بالبروتوكول الدفاعي بين البلدين، ولن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي. ويرى أنه يحق لمصر أن تتحرك سواء في اجتماع نيويورك أو إرسال الشحنة العسكرية لمقديشو في إطار حماية أمنها القومي، خاصة وأن اتفاق أثيوبيا المبدئي مع إقليم أرض الصومال لتأجير ميناء على البحر الأحمر قد يحمل مستقبلا مساسا بالتجارة العالمية وقناة السويس، مؤكدا أن هذا التعاون المصري الذي يتسع مع دول جوار أثيوبيا يحمل رسائل عديدة لها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تحاول مصر تطويق أثيوبيا والتربص بها من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية في مياه نهر النيل؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وترفض الصومال توقيع الحكومة الأثيوبية في يناير الماضي اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري، وعدت القاهرة حينها الاتفاق مخالفا للقانون الدولي واعتداء على السيادة الصومالية. وينقل التقرير عن الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية محمد تورشين أن التعاون المصري أيضا يشكل مشهدا جديدا في القرن الإفريقي، ويفرض ضغوطا حقيقية على أديس أبابا، ويعلن تكوين محور مهم رافض للتحركات الأثيوبية. وتحمل خطوات مصر مع دول لديها خلافات مع أثيوبيا رسائل بأن تلك البلدان قادرة على تطويق تلك التهديدات التي تكررها أديس أبابا للأمن والاستقرار بالمنطقة وفق تصريحات تورشين. واتهمت الصومال السبت الجارة أثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرقي البلاد الذي أعلن عن تمرده هذا العام. واعتبرت الخارجية الصومالية في بيان صحفي تلك الخطوة خطرا جسيما يهدد السلام في القرن الإفريقي، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك. ولم تعلق أديس أبابا على ذلك الاتهام، لكنها أبدت قلقها من شحنة مساعدات مصر العسكرية للصومال الثلاثاء. وأعرب وزير الخارجية الأثيوبي تاي أصقل سلاسي عن قلقه من أن إمداد الذخائر من قبل قوى خارجية من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الأمن الهش وينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأثيوبية. وهو ما رد عليه وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي بقوله إن الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو إخفاء أثيوبيا التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية والتي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين. ويعد المحلل السياسي نبيل نجم الدين القلق الأثيوبي استقرابا كون تحركات مصر والصومال تتفق مع القانون الدولي وتقوم على احترام سيادة الدول وبروتوكول تعاون عسكري رسمي بين دولتين، بينما في المقابل تدعم أديس أبابا تحركات انفصالية وتريد فرض واقع يهدد استقرار المنطقة ولا يتفق مع الأعراف والشرعية الدولية. ويعتقد محمد تورشين أن أثيوبيا لا تسعى لحلول دبلوماسية سلمية، خصوصا وأنها متمسكة بتأجير المنفذ البحري، وهي خطوة مرفوضة صوماليا ومصريا وعربيا، وتدعم انفصاليين ضد مقديشو، متوقعا أن تستمر أديس أبابا في إثارة مخاوف بشأن التعاون المصري الصومالي، وتدعم انفصاليين ضمن صراع غير مباشر قد يتساعد في المنطقة. وأيا كانت مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات البواعث والنوايا لتصاعد تلك التوترات بين مصر وأثيوبيا، فإنه بلا شك سيسهم ذلك في زعزعة الاستقرار الملحوظ بعض الشيء الذي بدأ يشهده الصومال في الآونة الأخيرة، ويخلق حالة من عدم الاستقرار تزيد من هشاشة الوضع القائم والأزمات التي تشهدها المنطقة في ظل الصراعات والحروب التي تعاني منها تلك الدول، وفي مقدمتها الصومال وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى التوترات القائمة في باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. فهل ستطوق مصر أثيوبيا من خلال دعم الدول ذات الخلاف مع أثيوبيا، أو من خلال خلق تموضع جديد في إطار المشاركة في القوات الدولية العاملة في دول الجوار الأثيوبي كقطاع لذلك؟ هذا ما ستكشفه الأيام، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث،
في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الجيش السوداني يشن هجوما واسع النطاق في العاصمة الخرطوم، والبلاد تشهد مستويات غير مسبوقة من الوفيات بسبب الأوبئة والأمراض. أثيوبيا تقول إنها تعتزم استيراد النفط عبر ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي. والاتحاد الأوروبي يدعو تونس للتحقيق في مزاعم انتهاكات جنسية لعناصر من قوى الأمن ضد مهاجرين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.